الفنان محمود عامر صاحب ترند حفل الزفاف الشهير في عمر ال70. الراجل من ساعة ما أعلن زفافه والدنيا قامت ما قعدتش، واللي يقول له الله يعينك يا جدو وتريقة وكلام جارح. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. هو صاحب هاشتاج الحب مفتاح الفرج، والحب ما يعرفش سن، واللي يحبنا يعمل زينا. الفنان محمود عامر والدكتورة راشا فرج السيد أمين عروسين أثاروا الجدل، حالة من الجدل والضجة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وهو قال للمعارضين أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي، وانتقادات على السوشيال ميديا بسبب موضوع السن. وهو قال الجواز ده على اقتناع وتفاهم ثم تفاهم ثم تفاهم. وعن أم أولاده السيدة الفنانة لاشينا لاشين، قال أم أولادي لها كل التقدير والاحترام، هي أم أولادي. والفنانة لاشينا لاشين طليقته قالت دي مسائل شخصية، ما اقدرش اقول لحد اعمل كده او كده او ليه بتعمل كده، في النهاية ده نصيب، وهو مهما كان ابو اولادي وعلى راسي من فوق، واحنا اولادنا كبار وعندنا احفاد ما شاء الله. الناس هجمته بسبب جوازه، بس هو قال لهم كل واحد خليه في حاله، دع الخلق للخالق، ربنا هو اللي اختار. وبيقولوا كمان ان الدكتورة السكينة سرقاها ومش حاسة بنفسها، وان العلاقة بينهم محكوم عليها بالفشل من البداية. هو مسميها على التليفون نعمة ربنا وهي مسمياه هدية الله. وبيقولوا له كمان اختشي على سنك. طب هو الراجل عمل حاجة حرام؟ الزواج على سنة الله ورسوله. بيقول على رشا زوجته الجديدة دي طبطبت عليا، وبكى من الفرح في حفلة زفافه، ونشر صور حفل الزفاف على الفيس وكتب الحمد لله على نعم ربنا الكتيرة، عوض وترتيب ربنا فوق ما نتخيله، وبكرة أحلى بإذن الله، الحب مفتاح الفرج وبشر الصابرين. الفرح كان مقتصر على أسرتها وأسرته والأهل والأقارب. الحب بدأ بينهم بنظرة عين، وأول رد من العروسة بعد الهجوم عليه على مدار الساعات اللي فاتت حملة نقد وهجوم كبير على الفنان محمود عامر بعد زواجه في سن ال70. الفنان كان تعبان وهي ريحته، والناس متضايقة ليه من جوازه. الفنان محمود عامر بيقول أنا مخضوض من رد فعل الناس على جوازي، ليه بيسألوا على سن العروسة؟ السن ده حاجة لا بتفيد حد ولا بتخص حد، أنا مواطن وإنسان وعندي ظروف خاصة، والجواز ده على سنة الله ورسوله. وفي شاب غيران منه عنده 25 سنة بيقول له أنت بتتجوز وعندك 70 سنة وأنا مش عارف أتجوز. طب يا عم هو منعك إنك تتجوز؟ والفنان بيرد على الشاب وبيقول له طب يا أخي ولا منعتك إنك تتجوز؟ وقال له كمان لازم تتعب وتكافح عشان تتجوز، والجواز ده مسؤولية، ده لو أنت عايز حلال ربنا وربنا يرزقك الحلال. والدكتورة راشا قالت كان تعبان بعد الانفصال من زوجته الأولى، وكان بيستشيرها في أمور أسرية بحكم عملها كأخصائية نفسية واستشارية أسرية. كان بيستشيرها في الظروف النفسية والضغوط اللي مر بيها، وكانت بتريحه في الكلام. كان بيخرج من كل جلسة من عندها مرتاح. وحصل الحب ولغة العيون والتفاهم المتبادل. والدكتورة رشا كأي بنت أما عرض عليها الجواز اتخضت، وكانت متلخبطة ومترددة في الأول، وفي الآخر كانت مبسوطة جدا. اتكلمت عن فترة حبهم اللي استغرقت من 5 ل6 شهور، وقالت دي إرادة ربنا، لو أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، ومن عند ربنا إن حبيته. والفنان محمود عامر بيرد على منتقديه على صفحاته على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيقول يا جماعة أنا ما عملتش فعل فاضح ولا مخل بالأدب، أنا مسلم وموحد بالله وبأدي واجبي أمام الله، واتجوزت على سنة الله ورسوله، والجواز ده رزق من عند ربنا. وعشان الجوازة دي ترند هو راح دلوقتي الغردقة يقضي شهر العسل، والصحفيين والمراسلين ورا برضه. وقال ان الصحافة والاعلام مش مدينه فرصة، وانه كمان مش عايز يزعل حد منه، وانه هو بيحترم الاعلام جدا وعاوز يرضي كل الناس، بس يعني يدوله فرصة شوية، ده عريس وشهر عسل مبارك يا عم الفنان وجوازة مباركة.